بتعرفوا لو حطينا 4 ملاعق كبيرة من طحين جلوتين فري عليهم 3 ملاعق كبيرة من طحين الشوفان كمان جلوتين فري، رشة ملح على رشة سكر، معلقة كبيرة من زيت الزيتون، ومي فاترة لحتى تعطينا عجينة متماسكة وطرية، رح تعطيكم أحلى وأطيب وأسرع خبز جلوتين فري سيلياك سيف. ممكن تجربوه. أنا بحب هيدي الطريقة، معتمدتها حاليا أكتر وقت بعمل هيدي الطريقة، بس انتوا قولولي بالكومنتس إذا حابين نجرب مع بعض أنواع تانية من الخبز، وأنا بحبها مع لبنة وبندورة. وقولولي كمان كيف بتحبوها وجربوها، وقولولي كمان إذا جربتوها وعجبتكن، وألف صحة. وإذا عجبتكن الوصفة ما تنسوا دعمكن كتير بيفرق بلايك وتشير وسبسكرايب، تبعتوا هيدا الفيديو لحدا عنده سيلياك أو عنده حساسية من الجلوتين.